عارف احنا كاهلاويه ما شاء الله احلامنا عاليه جدا وطموحاتنا عاليه. يعني مثلا خصوصا في حكايه الصفقات دي. يعني اي واحد دلوقتي كاهلاوي يقول لك احنا هنجيب صفقات جديده وكبيره جدا، ده فلان معروض على النادي الاهلي. بغداد ابو نجاح الاهلي بيتفاوض معاه، الاهلي بيتفاوض مع اسامه الادريسي، الاهلي بيتفاوض مع زيزو، الاهلي بيتفاوض مع لعيب امريكي، الاهلي فتح مفاوضات مع محمد علي بن رمضان، الاهلي فتح مفاوضات مع حكيم زياش، تريزيجيه، والكلام من ده ساعتها. ودينا خلاص باقي يومين فقط على سوق الانتقالات الشتويه. يعني مثلا هنقول ان الاهلي هيخلص صفقات في يناير، ونفس الموضوع ده حصل الموسم اللي فات والموسم اللي قبله. هو لعيب اجنبي اللي هيجي، او يمكن اصلا يقول لك ناجله لشهر 6 ويجيب لك صفقتين ويقول لك خلاص ناجل الموضوع لشهر 6. واحنا مشكلتنا كاهلاويه ما شاء الله بنفضل نحلم بان في لعيبه هتيجي ولعيبه سوبر هتيجي النادي الاهلي، لحد ما جه اصلا يعني وسام ابو علي ده جه كده غلطه كده، يعني فاهمني، جه كده غلطه.